اهلا بيكم في فيلم جديد. وقبل ما نبدا فيلمنا النهارده ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكبر الشاشه ويلا بينا. حكايتنا بتبدا في الصين مع ولد اسمه جون وهو في المستشفى، وبيكون داخل غرفه الولاده عشان يشوف اخته اين اللي لسه مولوده، لكنه بيوقع لوحه الاسماء لسريرين جنب بعض. فبتدخل الممرضه وترجع اللوحه وتخرجه، وبتعدي 13 سنه وبيكون عيد ميلاد اين، وبيكون واضح انهم مبسوطين. وابو اين بيطلب منها انها تعزف اللحن اللي محضراه، فبتعزف هي وجون. وبنروح لشين في المطعم وهي بتساعد مامتها، وواضح جدا انهم اسره فقيره. فشين بتكون متضايقه لان النهارده عيد ميلادها والزبون بيطلب اكل تاني، لكنهم بيكونوا خلصوا. فبيشوف طلب على جنب فبيطلبه ومامتها بتديهوله، فشين بتتضايق جدا لان ده اكلها. وبنروح لجون واين وهم في المدرسه، وفي كوره بتخبط في راس اين، فجون بيتعصب جدا عشان اللي حصل في اخته. وشين بتكون مع اخوها تشاو وبيكون بيستغلها عشان ياخد منها فلوس بالقوه. فاين بتشوفها وبتساعدها وبتديله فلوس عشان يسيبها ويمشي. واين بتروح لجون عشان يروحوا، لكن وهم بيتسابقوا في عربيه بتخبط اين، فجون بسرعه بيوديها المستشفى. وهناك الاسره بتعرف ان عينه دم اين مختلفه عنهم، فبيعرفوا انها كده مش بنتهم. واين بتفوق تاني يوم وبتقول لاخوها جون انها حلمت ان مامتها وباباها بيقولوا انها مش بنتهم، لكنه بيتجاهل كلامها وبيديها هديه، فبتفرح بيها جدا. وجون بيسمع مامته وباباه بيتكلموا مع مامة اين الحقيقيه، واتفقوا انهم مش هيقولوا لاين حاجه في الوقت ده. واين بتروح بيتها وبتكون بتتغدى، وفجأة الباب بيخبط وبتكون معاها ورق من المستشفى، وبتسألهم لو هم أهلها الحقيقيين. فإين بتحاول تمشيها بره البيت، لكنها بتقول لها إنها أصلا مش بنتهم، والتحاليل بتثبت إنها هي بنتهم الحقيقية، وإنهم اتبدلوا بعد الولادة، وإن مامتها الحقيقية دلوقتي شغالة في مطعم وأخوها بلطجي. وجون بيتعصب جدا من الكلام ده، لكن أبوه بيقول له إن شين هي أخته الحقيقية فعلا. فإين بيتصدم جدا وبتخرج بره، ومش بتبقى مصدقه انها مش اخت جون فعلا. فجون بيكتب اسمهم على الشجره وبيقول لها انهم مش هيفترقوا عن بعض ابدا ودايما هيكونوا مع بعض. وبيروحوا البيت، وإن بتلاحظ ان مامتها مهتمه بشين اكتر، فبتقرر تسيب البيت وتسيب هدية أخوها وتروح لمامتها الحقيقية. لكن مامتها بتقول إنها مش هتقدر تسيبها تعيش وسط الفقر، إين بتقول لها تاخدها معاهم أمريكا تكمل تعليمها هناك، وأكيد ده يكون أفضل لمستقبلها. فبتوافق أمها الحقيقية وهي حزينة جدا. فإين بترفض تمشي وتسيب والدتها. وتاني يوم في المدرسة إين بتتفاجئ من المعلمة إن شين وأسرتها يسافروا أمريكا، فبتطلع إين تجري بره وبتشوف عربية أسرتها ولكنها مش بتلحقهم. وبعد 12 سنة إين بقت شغالة ممرضة ومش مبسوطة بشغلها، لكنها بتشتغل عشان الفلوس، وبتخلص شغل وبتروح مع زميلتها في العربية. وبنروح لهان اللي بيكون شاب مشهور وسيم وغني، لكنه بينسى فلوسه فمش بيعرف يعدي بالعربية. فإين بتنزل وبتدفع له، لكنها مش بتديله اهتمام لأنها ما تعرفوش. فهان بيقرر يصور نمرة عربية إين. في الوقت ده جون بيدور على إين في كل حتة لكنه مش بيلاقيها. وإين بتكون شغالة برضه سمسارة عقارات، وبتفرج عميل وزوجته على فيلا كبيرة وبيوافقوا يشتروا، وبتكون مبسوطة جدا. وتاني يوم إين بتروح لمطعم مامتها، لكن أخوها تشاو بيكون هناك وبيكون عايز ياخد فلوس منهم بالقوة عشان يسدد شوية من الديون اللي عليه. وإين بترميله الفلوس، لكن أمها بتتضايق وبتقول لها إنها لو كانت سافرت أمريكا من زمان كان هيبقى أفضل ليها. وهان بيعرف إن جون رجع من أمريكا، فبيفرح جدا لأنهم أصحاب وبيخرجوا عشان يحتفلوا. وإين وسو بيروحوا الحفلة لأن هان بيعزمهم عن طريق سو، وهان بيسلم عليهم وواضح عليه إنه معجب بإين. وإين بتسمع عزف البيانو وبتفتكر أيام ما كانت بتعزف مع جون، لكن هان هو اللي كان بيعزف. فبتمشي، لكن هان بيروح وراها وبيحاول يقرب منها، لكنها بتخاف منه وبتسيبه وتمشي. وبتروح ناحية الشجرة اللي محفور عليها اسمها، وبتسمع أغاني وهي بتفتكر أسرتها القديمة. وتاني يوم هان وأصحابه الأغنياء بيروحوا مطعم، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي إين شغالة هناك. وصاحب هان بيضايق إين فبتسيبه وتمشي، لكن هان بيقوم وراها وبيعتذر لها وبيقول إنه لازم يرد لها دين المرور، وبيقرب من إيديها وبيرسم لها ساعة عليها. فبتتضايق منه، لكنها بتفتكر جون لما كان بيعمل لها كده، وبتروح لمحل الصيانة عشان تصلح مشغل الأغاني بتاعها. فبيقول لها إنه قديم جدا ومش هيعرف يصلحه، لكنها بتتضايق. فبيحاول الراجل يشوف يمكن يعرف يصلحه، وإين بتمشي. لكن بالصدفة جون بيدخل نفس المحل ومعاه نفس مشغل الأغاني وعاوز يصلحه، والراجل بيستغرب جدا وبيقول له إن في بنت كانت هنا من شوية ومعاها نفس الجهاز. وجون بيطلع بره المحل وبيلاقيها وبيكون عايز يطمن عليها، لكنها بتمشي وبتسيبه وهي زعلانة. وبعدها إين بتروح تشرب،
وجون بيكون ماشي وراها عشان عايز يطمن عليها، لكنها بتفقد الوعي. فجون بيشيلها وبيوديها بيتهم القديم، وبيلاقيها لسه معاها كل الهدايا بتاعت الطفولة، وبتكون مش في وعيها، وبتطلب من جون ما يسيبهاش أبدا. فبيوعدها إنهم دايما هيبقوا سوا. وتاني يوم بتفوق وبتكون عايزة تمشي، لكن جون بيقول لها إنه عاوز يوريها مكان، فبيوريها غرفة جميلة فيها كل ذكريات الطفولة اللي تخصهم. وإن بتتأثر جدا وبتحضنه، وبيقضوا اليوم وهم مبسوطين. وتاني يوم بتوصل بنت اسمها يومي من السفر، وهان بيوصلها وبتكون معجبة بيه وعاوزة يخطبها. فبيروحوا البيت وبيجهزوا الأكل مع جون وإين. وهان بيحكي إن يومي وهان كانوا أصحاب جدا من زمان، فإن بتحس بالغربة. وشين بتروح البيت وبيبان إنها معجبة بهان، وبتتفاجئ لما بتلاقي إين هناك. وبتتمشى إين وشين سوا، وإين بتحاول تطمن على أسرتها بتاعت زمان، لكن شين بتقول لها إن محدش فاكرك أصلا، وهي ما كانتش متوقعة إنها تقابلها تاني بسبب فرق المستوى بينهم. وبالليل هان بيوصل إين، وفي البيت بتقول شين لجون إنه ما يحكيش لمامتهم إنهم شافوا إين لأنها مريضة. فجون قال لها إن مامتهم مريضة من حزنها لأنها مش بتشوف إين. وتاني يوم هان بيروح للمستشفى اللي شغالة فيها إين ومعاه هدية، وبيحاول يقرب منها وبيوديها السوبر ماركت عشان يعملوا شوبينج، وبيزوروا دار مسنين، وكل اللي هناك واضح إنهم بيحبوا هان. فإين بتعجب بتصرفاته جدا، وهان بيرقص مع إين. وشين بتوصل الدار لكنها بتتضايق لما بتلاقيهم سوا، وهان وإين بيتمشوا سوا، وهان بيسألها عن حلمها، فبتقول إن نفسها تشتري بيت لمامتها اللي ولدتها. وبالليل في بيت جون هان بيعترف له إنه بيحب إين، لكن جون بيتضايق من كلامه وبيتعصب عليه. وتاني يوم هان بيروح لشغل إين في العقارات، وبيجيب لها ورد كتير، وبيروحوا سوا الملاهي، وبيكون حاجز المكان كله ليهم. وبعدها بيعترف لها بحبه، لكن إين بتقول له إن يستحق بنت أحسن منها. فهان بيترجاها إنها تفكر تاني. وتاني يوم شين بيروح لمامة إين اللي كانت بتربيها وهي صغيرة، وإين بتشوفها وبترحب بيها، لكن شين بتكون متضايقة من إين بسبب علاقتها مع أخوها ومع هان، وبتعرض عليها مبلغ مالي مقابل إنها تبعد عنهم. وتاني يوم إين بتروح للمكان اللي فيه هدايا جون، وبتاخد كل الهدايا. وبالليل بتروح ديسكو وتشرب وترقص وتتصرف بطريقة غريبة. فصاحبتها سو بتحاول تمنعها، فإين بتقول لها إنها عزمت هان وجون. فجون بيوصل وبيحاول يروحها البيت، لكنها بتبعد عنه وبتقوله إنها باعت كل الهدايا بتاعته عشان الفلوس، وبتكون بتعمل كده عشان يكرهها. وجون بيكون مصدوم منها، وبيوصل هان وبيلاقيها بتعمل كل ده عشان الفلوس، وكمان بتطلب منهم إنهم يمشوا ويسيبوها في حالها. لكن فجأة بيغمى عليها وبتروح المستشفى، وهناك بيوصل الأسرتين. فالدكتور بيبلغهم إن إين حالتها خطيرة جدا وفرصة العلاج ضعيفة. فالأمين بينهاروا من خوفهم، وبينفعل تشاو على الدكتور لأنه مش عارف يساعد أخته في العلاج. ولما إين بتفوق بتقول لهم وهي حاسة باليأس إنها عارفة مرضها ومش مهتمة بالعلاج أصلا. ومامتها بتعتذر لها لأن المرض وراثي، وبتعترف إنها كانت بتخبي رسائل أسرتها ليها، وإنها رافضة سفرها لأمريكا. فإين بتقول لها إنها حتى لو كانت شافت الرسائل ما كانتش هتسافر برضه، وبتطلب منهم يسيبوها ويخرجوا بره. لكن جون بيرجع لها وبيترجاها انها تاخد العلاج، وبيوعدها انه مش هيسيبها، وبتطلب منه انه يمشي وبتفقد وعيها تاني. وهان بيكون قاعد جنب إين وهي مغمى عليها، وبيكون خايف عليها جدا. وإين بتهلوس وبتتكلم وهي فاقدة الوعي، وبتطلب من جون أخوها إنه ما يسيبهاش، لكنه مش في الأوضة ومش بيسمع كلامها. وتاني يوم جون بيروح ومعاه عمال عشان يشيل الشجرة بتاعت زمان ويزرعها عند بيت إين. وهان بيفتح كمبيوتر إين وبيعرف كل الناس اللي بعت لهم الهدايا، وبيشتري كل حاجة منهم تاني عشان يفاجئها لما تقوم بالسلامة. وإين بتفوق وبتقول إنها محظوظة لأن ليها أمين بيحبوها وبيخافوا عليها. وجون وإين بيخرجوا سوا، وهان بيقول لهم إنه جاب لهم هدية. وبتروح إين وبتلاقي كل الهدايا اللي بعتها رجعت من تاني، وكمان بتلاقي فستان زفاف. الفيلم ده سجلته ميرنا النجار، مونتاج إسلامي الجنيدي. وهستنى رأيكم في التعليقات، ولو حابين نلخص أي فيلم أو مسلسل اكتبوا لنا اسمه في التعليقات. ومن هنا للفيديو الجاي ما تنسوش لايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.